هابي نيو يير. تعرف ان الاحتفال بالكريسماس في اوروبا وانجلترا ممنوع رسميا؟ بس قبل ما احكي لكم هو ليه ممنوع، تعالوا احكي لكم الاول ايه حكايه شجره الكريسماس دي. قبل المسيحيه الاف السنين حتى الناس في اوروبا واسيا كانت بتترعب من الشتاء، لان الدنيا كانت بتبقى مغيمه جدا وتلج في كل حته وجو تلج وقاسي جدا وناس كتير بتموت من الجوع ومن السقعه، يعني الجو كان كئيب قوي. والناس في شمال اوروبا لاحظوا حاجه غريبه جدا، ان شجره الصنوبر اللي هي شكل شجره الكريسماس دي تبقى موجوده وسط الطبيعه القاسيه دي، وهي الشجره الوحيده اللي بتبقى خضراء واقفه ومرعرعه كده والتلج محوطها من كل حته، ولا كانها هنا ولا متاثره باي طقس ولا باي ظروف مناخيه. فكان بالنسبه لهم الشجره دي رمز للامل ورمز للصمود ورمز للاراده، ازاي قادره تحافظ على هيبتها وخضرها وشكلها وسط الظروف القاسيه دي. وبعد شويه بداوا يدخلوا الشجره الصنوبر دي بيتهم على انها رمز للاراده وللامل. المسيحيه بدات تنتشر والكريسماس بقى موجود، الشجره خدت طابع ديني اكتر، خصوصا في الفتره دي من السنه بيكون شكلها اخضر وجميله ومرعرعه كده وحواليها تلج من كل مكان ومغطيها من فوقها لتحتها. ولحد القرن الرابع الميلادي ما كانش فيه اي مظاهر الاحتفال بالكريسماس، كان يوم عادي خالص زي اي يوم في السنه، لحد ما جه الملك قسطنطين في القرن الرابع وسمح بالاحتفال بالكريسماس بشكل رسمي. بس كان الاحتفال بسيط جدا، مجرد صلاه في الكنائس او في البيوت واكل بسيط وتجمع الناس مع بعض، العيله والصحاب والقرايب، يعني كان مفهوم العيد بالنسبه لهم هو اللمه، لا اكتر ولا اقل. لا كان في بقى شجره ولا بابا نويل ولا الكلام ده كله. وفي القرن الرابع برضه كان في اسقف اسمه نيقلاوس، كان اسقف مدينه او قريه اسمها ميرا اللي هي تركيا دلوقتي. الاسقف ده كان راجل غني جدا وكان معروف عنه حب الخير وحب العطاء، فكان بيحب يدي الناس جدا، وكمان ما كانش بيحب الشهره خالص، فكان بيحب يدي للناس بس في الخفه. فتلاقيه يجمع فلوس ويحطها قدام بيوت الناس الفقراء، او يحط هدايا ويغلفها بشكل حلو ويحطها للولاد قدام بيوتهم، ومحدش كان بيبقى عارف مين اللي بيعمل الحاجات الحلوه دي. لحد ما في يوم من الايام القديس نيقلاوس دوت وهو ماشي في البلد بتاعته سمع واحد فقير عنده 3 بنات بيشتكي ان في واحده من بناته جاي لها عريس وعايز يجوزها، بس هو ما كانش معاه فلوس. فكان بيكلم بناته 2 التانيين وبيقول لهم ان مفيش حل غير ان انتوا تنزلوا تشتغلوا، بس تشتغلوا شغلانه مش كويسه علشان تقدروا تجيبوا فلوس واجوزكم. فالقديس نيقلاوس ضايق جدا وزعل، ازاي الراجل ده يفكر كده. تاني يوم على طول جمع فلوس كتير وحطها قدام بيته وخبط على باب البيت وطلع يجري. فتح الراجل الباب لقى الفلوس، قال اشكرك يا رب، ده ايه ده ينزل ده ولا ايه؟ وراح فعلا خد الفلوس وجوز بنته الاولى. وبعد فتره بنته الثانيه اتقدم لها عريس وبرده ما كانش معاه فلوس، فجاب بنته الثالثه وقال لها ان انت كمان لازم تنزلي تشتغلي في حاجه مش كويسه عشان نجوز اختك الثانيه. فبرده القديس نيقلاوس وهو ماشي سمع الكلام ده فقرر يعمل نفس الحاجه اللي عملها المره اللي قبلها. وفي ثالث بنت الراجل ده قال لا بقى انا لازم اعرف مين اللي بيعمل معايا كده، مين اللي بيبعت لي الفلوس دي ومن غير مقابل حتى ومن غير ما بيكون عايز يعرفني انا مين. طول الليل بيراقب بيته لحد لما شاف القديس نيقلاوس الاسقف بيحط له فلوس قدام بيته، ومن ساعتها اتعرف ان هو ده الشخص اللي بيعمل خير في البلد كلها. دي بقى هي الحكايه الاصليه لبابا نويل. ومع مر السنين القصه دي اتنقلت من جيل لجيل، اتنقلت واتحرفت واتحولت لشخصيه خياليه اللي هو مين؟ بابا نويل، اللي هدفه الاول والاخير هو العطاء وبدون مقابل، وهدفه الاول والاخير برضه انه يفرح الناس كلها من غير ما يكون مستني منهم اي حاجه. فضل الاحتفال بالكريسماس سنه ورا سنه وجيل ورا جيل لحد القرن ال17 الميلادي. قررت الكنايس في اوروبا ان هي تمنع الاحتفال بالكريسماس نهائي، لانه في لحظه حسوا ان الاحتفال تحول من حاجه دينيه لشيء ما يليقش خالص بالكنيسه. يعني الموضوع بقى مقتصر اكتر على الخروجات، الفسح، الاكل، الشرب. مظاهر الاحتفال كان مبالغ فيها جدا وما كانش هو ده الهدف خالص من الاحتفال بالكريسماس. وكذلك الامر كمان في انجلترا، منعوا برضو الاحتفال بالكريسماس لفتره طويله جدا لحد القرن 19. جه كاتب اسمه تشارلز ديكنز وعمل ترنيمه عيد الميلاد، ترنيمه عيد الميلاد اللي غيرت مفهوم الكريسماس في العالم كله. ايه حكايه الترنيمه دي؟ الحقيقه ان هي مش ترنيمه ولا نشيد ديني ولا اي حاجه خالص، كانت قصه قصيره لراجل كان غني جدا بس كان قاسي قوي وكان بخيل وكان ما بيحبش حد ابدا، وشايف ان الاحتفال بالكريسماس ده تضييع وقت وفلوس ومشاعر كمان. وكان عنده مبدا كده في الحياه ان كل واحد يخليه في حاله، لحد ما في ليله الكريسماس زاروا 3 اشباح. 3 اشباح دول كانوا بيمثلوا الماضي والحاضر والمستقبل.
اول شبح اللي هو الماضي بدأ يفكروا بطفولته وازاي ان هو كان وحيد، واللحظات القاسية اللي مرت عليه وخلته يتحول لشخص قاسي بالطريقة دي. والشبح التاني كان شبح الحاضر، خده ووراه الناس المريضة اللي بتشكر ربنا حتى وهي مريضة، وراه الناس اللي شغالين عنده وازاي حالتهم صعبة وظروفهم المعيشية صعبة جدا، ومع ذلك برضو مش زعلانين ومبسوطين. وراه الفقراء اللي برغم ان هم ما معهمش فلوس الا انهم سعداء وبيشكروا ربنا وبيحمدوه كمان، عشان يعرفوا ويعلموا ان الفلوس مش كل حاجة. وبعدها الشبح الثالث خده ووداه المستقبل ووراه في المستقبل قد ايه الناس مش هتكون حزينة عليه لما يموت، ده بالعكس ده هيكونوا مبسوطين جدا ان هو مات، ولا في حد هيبقى فاكر له حاجة حلوة. بالعكس دول هيفتكروا له كل الوحش اللي عمله معاهم عشان يخليه يفكر في المستقبل بتاعه هيكون عامل ازاي. وبيصحى الراجل ده وبيقرر من اللحظة دي ان هو هيغير حياته كلها، وانه هيبقى انسان جديد تماما، هيبقى راجل كريم ومعطاء وبشوش وبيحب الناس كلها. قرر ان هو يعوض كل الناس اللي حواليه واللي شغالين معاه عن السنين اللي فاتت دي كلها، ويساعد كل المحتاجين. القصة القصيرة دي رجعت تاني معنى الرحمة ومفهوم العيد الحقيقي، وان العيد من غير رحمه ملهوش اي لازمه. القصه دي غيرت شكل الكريسماس في العالم كله، ومن بعدها بدا العالم كله يحتفل بالكريسماس بطرق مختلفه، بس الثابت فيها هي الشجره بتاعت الكريسماس وبابا نويل طبعا. اللطيف في الحكايه دي كمان ان اللي رجع الكريسماس تاني لمكانته وفكره الاحتفال بيه ما كانش كنيسه ولا رجل دين ولا اي حاجه خالص، دي قصه بسيطه عن قلب اتغير بالمحبه والرحمه. الحقيقه ان الاحتفال بالكريسماس ابسط بكتير قوي من كل الصراعات اللي قايمه عليه. ده مجرد احتفال بسنه جديده، سنه داخله عليك بتتمنى فيها ان هي تكون احسن وافضل، بتتمنى فيها الصحه، بتتمنى فيها ان حبايبك يفضلوا معاك، بتتمنى فيها كل الخير، وبترمي السنه اللي فاتت بكل الوجع والالم اللي انت مريت بيه، وبتتمنى في اللي جاي الافضل والاحسن. كل سنه وانتم طيبين، اتبسطوا واحتفلوا، هاتوا الشجره وهاتوا بابا نويل، فرحوا ولادكم. كل سنه وانتم في احسن حال. ميري كريسماس وهابي نيو يير 2026 سعيده عليكم يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم يا رب. يا رب 2026 تكون سنه خير وسعاده وفرح لينا كلنا يا رب ان شاء الله. ومبسوطه جدا ان انا ببدا السنه الجديده معاكم، انتم حظي الحلو، وانتوا احلى حاجه حصلت لي السنه اللي فاتت، وانتوا احلى حاجه هتحصل لي كمان السنين الجايه. يديم عليا محبتكم ليا، وحقيقي حقيقي حقيقي انا مبسوطه ان انا ببدا معاكم السنه الجديده. ميري كريسماس وهابي نيو يير، سنه سعيده.